عملت لكم وربات الجلاش بطريقة سهلة وبسيطة، اتمنى تجربوها. اسهل طريقة جلاش ممكن تعمليها. السلام عليكم. النهارده هعمل لكم صينية جلاش، ان شاء الله تجربوها وتعتمدوها لرمضان. معانا لفة جلاش ومعانا السمنة، وهيبقى معانا الشربات بتاع الجلاش اللي هو عبارة عن كوبايتين سكر، عليهم كوباية مية وعصرة ليمون. هنقطع الجلاش كده يعني حوالي 5 سنتي كده بالشكل ده كده. بالشكل ده كده اهو. دي صينية جلاش سهلة خالص، اللي هي وربات الجلاش، هتعمليها بسرعة وسهلة خالص. بالشكل ده كده اهو. بالشكل ده كده. كده احنا قطعنا الجلاش بالشكل ده كده اهو. حطينا في الصينية شوية سمنة بالشكل ده كده، دهناها يعني. وهننزل بالوربات دي في الصينية كده، نرصها. احنا هناخد الطبقة زي ما هي كده بالشكل ده كده، وهنعمل كده وهنقطع بقى بالشكل ده كده. يعني هنعمل مثلث كده بكل الطبقات اللي في الجلاش، مش هندهن، يعني مش هندهن طبقة طبقة. وهنقطع بالشكل ده بالشكل ده كده اهو. هناخد شوية جلاش من اللي احنا قطعناه بالشكل ده اهو، وهنعملها مثلثات بالشكل ده كده، وهنقطع بالشكل ده كده اهو. هنعمل وربات الجلاش بالشكل ده كده. بالشكل ده كده اهو، ونرص في الصينيه.
زي ما حضراتكم شايفين كده. دي اسهل صينيه جلاش ممكن تعمليها لرمضان، سهله وبسيطه وتقطيعها سهل ومش مكلفه حاجه خالص. كل اللي فيها نحط بقى السمنه على الوش هنا كده وندخلها الفرن بالشكل ده كده. نحط السمنه شايفين الجمال والحلاوه. اسهل صينيه جلاش ممكن تعمليها لرمضان بالشكل الجميل ده. يعني نسقيها بالشربات بقى، ممكن نحشيها كريمه هتبقى طعمها جميل وتبقى شكلها احلى كمان. نسقي بقى بالشربات عليه كده بالشكل ده كده. بالشكل ده كده. اتمنى الفيديو يعجبكم وكل سنه وانتم طيبين. عملت لكم وربات الجلاش بطريقه سهله وبسيطه، اتمنى تجربوها. اسهل طريقه جلاش ممكن تعمليها.